يا ميتشو المهمة ليست بتلك السهولة. إلى النقص العددي، إلى الزيادة العددية، إلى استحواذ السيطرة، إلى الفرص، ولكن هكذا هي المباريات الكبيرة، لها حسابات خاصة تختلف عن كل. على اللي ينطلق في هجمة وكرة جديدة هنا في الدقيقة 66 ساعة نتجاوزها في ديربي وقمة الليلة بين كبيري الكرة السودانية. محمد طبنجة لمصلحة مصطفى حسن من جديد عن طريق طبنجة في رحلة مستمرة وشوط مستمر. الأهداف كما يقال هي متعة وملح كرة القدم، ولكن ما زالت غائبة عن الديربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التمنيات بالتوفيق. المباراة كأنها السهل الممتنع عن طريق السمان الصاوي. طبنجة من جديد أمامية، الكرة عرضية يشرهما الحكم عبد القادر مبارك. فشي عيسى فوفانا وياسر عوض. مصطفى حسن يتقدم، الكرة لفريق المريخ من جديد، السيطرة المستمرة والاستحواذ، ولكن أيضا غياب النجاعة الهجومية. فوز لفريق الهلال بالنظر للظروف التي جرت فيها المباراة الليلة. طبنجة يتقدم، لاعبو فريق المريخ يدركون ذلك جيدا. خطأ لكتيبة الأحمر الوهاج، كتيبة المريخ. كرة ترجع لمصلحة طبنجة. السماني أمامية، الكرة لمصلحة السماني إلى محمد طبنجة. عرضية، الكرة تبعد من والدين أو موسى ديوف. كرة طويلة أمامية ممتاز لإبولا. يا سلام يا سلام يا سلام، خطيرة دخل ولكن طبنجة بكل إصرار بكل حنكة قطع الكرة الخطيرة. مهاجم لقلب دفاع، اختبارات طيب بن زيتون، ولكن يبدو أنه كسب اختبار وتحدي قلب الدفاع تونسي. كرة تفوق على ابن القارة العجوز، ابن صربيا الميتشو. موسى حسين كرة ممتازة في الجهة اليسار. طبنجة عرضية خطيرة. كان أخطر مهاجم في تشكيل فريق المريخ في الشوط الأول، يخرج ليأتي مكانه محمد علي. الكرة لطبنجة. طبنجة في وسط ميدان فريق المريخ، المدافعون تحولوا بالانتصار، يتقدم فيها بصورة جميلة ويسجل أروع أهداف الجولة، أجمل أهداف الدوري عن طريق المبارك الذي دخل بديلا بشوط من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الرابعة أو الخامسة في الترتيب. ليس عيسى فوفانا الذي يتلقى البطاقة الحمراء، وإنما علي أبو 20. ترجع الكرة من الدفاع. فريق المريخ تستحوذ، تسيطر. التونسي يتمكن من الكرة لترجع لفريق المريخ. يبدو أنه لم يكن فيها أي تسلل.